ازيكم شباب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ تعالوا نكمل مع بعض درس محمد علي وبناء الدولة الحديثة. المرة اللي فاتت وقفنا عند جزئية التعليم والثقافة وشفنا قد ايه محمد علي اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات وعمل ابداعات في التعليم في البناء الاجتماعي. تعالوا نكمل النهارده رابعا القوة العسكرية. محمد علي شباب ادرك ان بناء القوة العسكرية هي الدعامة الاساسية علشان يقدر يحقق اهدافه في ان هو يقدر يبني الدولة الحديثة. وكل المشروعات اللي كان بيعملها سواء عمرانيه او تعليميه او ايا كان المشروع اللي كان بيعمله كان بهدف ان هو يسد حاجه الجيش ويبني قوه عسكريه كبيره. تعالوا نقول تاني الجمله دي. يبقى محمد علي ادرك ان بناء القوه العسكريه هي الدعامه الاساسيه عشان يحقق اهدافه. كل المشروعات اللي كان بيعملها ليه يا شباب؟ علشان يسد احتياجات الجيش ويقدر يبني قوه عسكريه. عشان كده محمد علي بنى قوه عسكريه على الطراز الاوروبي الحديث. وتعالوا نشوف محمد علي عمل ايه. اول حاجه اعداد الضباط. متكون من ضباط ومتكون من جنود، ضابط وعسكري. الجندي ده اللي هو العسكري. طيب تعالى الاول نشوف هيعمل الضباط ازاي او هيعمل اعداد للضباط ازاي. اول حاجه عملها محمد علي انه عمل لهم مدرسه عسكريه للضباط، وعملها لهم فين بقى؟ عشان دي بيجي عليها سؤال في الامتحان. عملها لهم في اسوان. طيب مين اللي هيعلم الشباب دي اللي هتبقى ضباط؟ جاب لهم كالعاده خبراء اجانب من بره. تمام. مين بقى الراجل اللي جابه محمد علي علشان خاطر يعلم الشباب المصري اصول الجيش؟ واحد اسمه الكولونيل سيف. الكولونيل سيف ده راجل من فرنسا، كان ضابط من ضباط جيش نابليون. اتصل بيه محمد علي وكلمه وقال له انا عايزك يا سيف، يا كولونيل سيف ده اللقب بتاعه، تيجي مصر تعلم الشباب المصري ازاي يبقوا ضباط على حق. انا عايز اعمل جيش قوي، وانا عملت لك وبنيت لك مدرسة عسكرية في اسوان في اخر الدنيا، وهتاخد الشباب دي تخليهم لي ضباط. وفعلا الكولونيل سيف من ضباط جيش نابليون بونابرت، طبعا من اقوى جيوش العالم الجيوش الفرنسيه، جه وعمل اعداد للضباط المصريين في عهد محمد علي. طيب ده بالنسبه للضباط. بالنسبه للجنود، في الاول قال لك انا هروح اجيب عساكر سودانيين، انا خايف من المصريين لا يعملوا ضدي ثوره، وانا كده 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 محتاجهم في ان هم يزرعوا. وكانت دماغه كده مشتتاه بشويه افكار، كان خايف شويه من ان هو يجيب جنود او عساكر مصريين، فراح جاب سودانيين وخلاهم يبقوا عساكر، يبقى قام في البدايه بتجنيد السودانيين. وبعد كده راح لما السودانيين دول فرهدوا منه وتعبوا وماتوا، الفكرة فشلت بالنسبة له. فلما الفكرة فشلت بالنسبة له ما كانش قدامه حل غير ان هو يجري على المصريين يخليهم هم العساكر، ياخد جزء من الشباب المصري يخليهم هم العساكر. وفعلا ثم اتجه بعد ذلك للمصريين. المصريين بقى كالعادة رجالة اثبتوا كفاءتهم في الانتظام في التدريب، بدأوا ينتظموا في التدريبات، بيطيعوا الأوامر العسكرية، وكانوا في ميادين القتال الخارجية في الحروب اللي كانت بتحصل بره، كانوا رجالة وجدعان وانتصروا يعتبر في معظم حروب محمد علي. يبقى هو في الأول، عشان ده بس سؤال بيجي صح وغلط، اتجه في بداية الأمر إلى تجنيد المصريين، غلط، إلى تجنيد السودانيين. ولما فشلت فكرة ان هو يجند العساكر السودانية راح مجند العساكر المصرية. والعساكر المصرية دي اثبتت كفاءتها في الانتظام في التدريب، في القتال في الميادين الخارجية، في اطاعة الاوامر العسكرية. تمام. طيب كده انا عملت ضباط وعساكر. طيب محتاج ايه بقى؟ محتاج اسطول علشان يحارب في البحر. يبقى انا عندي حرب في البر وحرب في البحر. ففعلا محمد علي عمل اسطول قوي جدا جدا يا شباب. طيب ثالث حاجه عملها محمد علي ان احنا زي ما قلنا عايز يعمل اسطول. الاسطول يا شباب يعني سفن تحارب في البحر. فمحمد علي عمل ترسانه بحريه. يعني ايه ترسانه بحريه؟ يعني مصنع بيصنع السفن. طيب المصنع ده انت عملته فين يا محمد علي؟ قال لك انا عملته في بولاق. يبقى اول مصنع اتعمل عشان يصنع السفن في بولاق. تاني حاجه في اسكندريه. اوعى يقول لك المصنع بتاع السفن في اسكندريه، لا خد بالك، عشان اول مصنع اتعمل كان في بولاق، بعد كده في اسكندريه. وطبعا ادى للمصنع ده كل انواع الاسلحه، ده غير ان هو كان بيدرب وبيعلم البحاره والجنود اللي كانوا هيحاربوا في البحر. طيب رابع
حاجة إنشاء مصانع أسلحة، طبيعي إن هو يحتاج مصنع أسلحة عشان يسد حاجة الجنود والضباط، وذخيرة ويعمل القلاع. فاهتم محمد علي بالتصنيع الحربي، عمل مصنع برضو ترسانة في القلعة عشان يصنع الأسلحة. ده غير إن هو عمل قلاع يا شباب في كل مكان، في اسكندرية ورشيد ودمياط. لو تاخدوا بالكم دايما القلاع بتبقى على الحدود اللي موجودة على منطقة البحر المتوسط عشان يقدر يدافع عن البلد. وراح عمل قلاع، بصوا بقى القلاع فين؟ في الاسكندريه ورشيد ودمياط عشان تدافع عن البلد. طبعا في الاماكن اللي هي موجوده على البحر المتوسط، سواء كان رشيد او دمياط ورشيد وجنبيهم اسكندريه. تمام. طيب يبقى انا كده خدت ايه؟ قوة محمد علي العسكرية. الضباط عمل لهم مدرسة عسكرية في أسوان وجاب لهم الكولونيل سيف. العساكر جند السودانيين والفكرة فشلت، راح مجند المصريين اللي أثبتوا كفاءتهم. بعد كده الأسطول عمل لهم ترسان عشان تصنع السفن في بولاق ثم اسكندرية. شفت أنا كنت هتلخبط، في بولاق ثم الاسكندرية. ماشي. بعد كده عمل لهم مصنع أسلحة في القلعة عشان يصنع الأسلحة والذخيرة. وبعد كده في الآخر عمل لهم قلاع في رشيد ودمياط واسكندرية. طيب أنا كده خلصت الجزء بتاع القوة العسكرية. تعالى بقى نتكلم على السياسة. الإداريات في عهد محمد علي في مصر كانت عاملة إزاي؟ تعالى بس نركز كده مع بعض. محمد علي راجل بيحب السيطرة، وانتوا عارفين ان هو راجل بيحب الاحتكار. فالراجل ده أول حاجة عملها كده قالك عندما تولى محمد علي الحكم بدأ في إعادة تنظيم الإدارة المصرية. طب أنت ليه عملت إعادة تنظيم الإدارة المصرية؟ ده سؤال بيجي بما تفسر عشان أنت تبقى فاهم. قالك عشان يعرف يسيطر سيطرة كاملة على كل شؤون البلد. يبقى الراجل ده خطط مصر ودارها من أول وجديد. ليه؟ عشان يقدر يسيطر سيطرة كاملة على كل شؤون البلد. تمام. طيب هتعمل ايه يا محمد علي؟ قال لك انا عارف ان مصر متقسمه تقسيمات مختلفه، متقسمه محافظات، متقسمه اقاليم، كل حد كان بيجي يحكم كان بيقسمها تقسيمه على مزاجه. انا مش هعمل كده، انا هقسم مصر ل7 مديريات. تعالى بقى نشوف الحته دي. هيقسم مصر لقد ايه؟ 7 مديريات. كل المديريات دي يعني كانها 7 محافظات كبيره يا شباب. كل المديريات دي هتاخد الاوردر بتاعها من الحكومة المركزية في القاهرة. يبقى على راس المديريات دي حكومة مركزية في القاهرة بتصدر الأوامر لكل المديريات اللي لازم تتنفذ. طبعا مين الحكومة المركزية اللي في القاهرة؟ هو محمد علي. تمام. طيب يبقى في الأول عمل إيه؟ 7 مديريات. بعد كده عمل مجالس ودواوين زي مجلس المشورة والديوان العالي، حاجة شبه مجلس الشعب دلوقتي. يبقى الراجل ده عمل ايه؟ عمل حاجتين، وخدهم عشان ركز في الحتة دي عشان دول في الترم التاني. محمد علي عمل ايه؟ مجلس المشورة والديوان العالي. محمد علي عمل ايه؟ مجلس المشورة والديوان العالي. وعمل لائحة جديدة اسمها لائحة 1837 عشان ينظم الإدارة المصرية اللي يبقوا 7 دواوين، يعني 7 وزارات، وكل وزارة ليها الاختصاصات بتاعتها. تاني تعالى نحفظ ونركز في حتة البناء السياسي. يبقى محمد علي أعاد تنظيم الإدارة ليه يا مس مارينا؟ علشان يقدر يسيطر سيطرة كاملة على شؤون البلد. طب الراجل ده عمل ايه؟ قسم مصر ل7 مديريات. ال7 مديريات دول مين على رأسهم؟ الحكومة المركزية في القاهرة اللي بتصدر لهم الأوامر اللي لازم تتنفذ. طيب عمل ايه؟ عمل مجلس المشورة والديوان العالي، حاجة شبه مجلس شورى النواب كده، بيجيب الناس العلماء والأعيان وبيقعد يستشيرهم في أمور البلد فيما يعود بالنفع على الناس. فاكرين الحاجات اللي اتعلموها من الحملة الفرنسية لما قلنا نابليون لما جه أنشأ الدواوين للمصريين فكانت حاجة جديدة بالنسبة لهم؟ الفكرة خدها من مين؟ خدها من الحملة الفرنسية، فبدأ يطبقها. ما الراجل ده دماغه ناصحة، فعمل لهم حاجة اسمها مجلس المشورة بيستشيرهم في أمور الدولة والديوان العالي. وعمل لائحة جديدة سنة 1837. عملت ايه اللائحة دي؟ عملت 7 دواوين، يعني كم وزارة؟ يعني 7 وزارات، كل وزارة ليها الاختصاصات بتاعتها. وزارة الزراعة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، كل وزارة ليها الاختصاصات بتاعتها. تمام. طيب أهم حاجة نبقى فاهمين الكلام ده. تعالى بقى ناخد الجزئية اللي بعد كده. محمد علي
السياسة بتاعته الخارجية كانت غريبة شوية. الراجل ده عمل ايه؟ كان عايز ينفصل عن الدولة العثمانية ويستقل بمصر. علاقته مع السلطان ما كانتش علاقة حلوة قوي ولا كانت علاقة وحشة على طول. العلاقة مرت بمرحلتين. مرة كان في اتفاق بينه وبين السلطان، ومن كتر ما هو كان قوة شديدة محمد علي وعنده جيش قوي جدا، فكان السلطان العثماني بيطلب من محمد علي ويقول له بعد اذنك يا محمد علي انت عندك جيش قوي فروح حارب لي في منطقة الجزيرة العربية واليونان. يبقى محمد علي عمل حربين بناء على رغبة السلطان وبناء على طلب السلطان. الحرب الأولانية يا شباب هي حرب شبه الجزيرة العربية، ده كان بأوردر من السلطان، نظرا ان زي ما قلت لكم محمد علي عنده أقوى جيوش المنطقة في الوقت ده، وكمان عمل حرب اليونان، ده كان بناء على رغبة السلطان وكان في علاقة حب ما بينهم. في مرحلة الخلاف والصدام اللي كانت بين محمد علي وبين السلطان العثماني، محمد علي راح يعمل حروب بمزاجه هو بدون إرادة السلطان ومش بناء على رغبته، بالعكس ده كان بيتحدى فيها السلطان. الحرب الأولانية هي حرب السودان والحرب الثانية هي حرب الشام. تعالى عشان ما نضيعش الوقت نحكي أول حرب وهي حروب شبه الجزيرة العربية اللي كانت من 1811 ل 1819. أول حرب عملها حرب شبه الجزيرة العربية، حرب في منطقة السعودية في شبه الجزيرة العربية. تاني حرب عملها السودان. تالت حرب عملها في اليونان. رابع حرب عملها في الشام. ركز بقى، شبه جزيرة عربية، سودان، يونان، شام. شبه جزيرة عربية، سودان، يونان، شام. شبه الجزيرة العربية واليونان عملهم بأوردر من السلطان، كان ساعتها في اتفاق اهو. حروب شبه الجزيرة العربية واليونان كانت بناء على طلب السلطان. طيب انما حرب السودان والشام كانت بمزاجه هو، وساعتها كانت بناء على رغبة محمد علي. ليه انا بقول لك ركز في المعلومة دي؟ علشان بيجي لك فيها سؤال اكمل اختر صح وغلط. حروب تمت بناء على رغبة محمد علي، هتروح انت قايل له يا فندم السودان والشام حروب تمت بناء على اوامر السلطان العثماني وقام بها محمد علي، هتقول له شبه الجزيرة العربية واليونان. تعال احكي لك قصة كل حرب نحكيها نعرف كده الحرب سببها نتائجها، الحرب سببها نتائجها. تعال احكيها لك كقصة الاول بعد كده نقراها مع بعض. سنة 1811 السلطان راح بعت لمحمد علي قال له يا محمد يا علي الحقني. قال له خير يا سلطان. قال له انا عارف ان انت بتكون جيش وان انت يعتبر ايه احسن قوة عسكرية في المنطقة، وانت اصلا كده كده قريب من شبه الجزيرة العربية، فالحقني يا محمد يا علي، انا في حركة اسمها الحركة الوهابية في منطقة شبه الجزيرة العربية عايزين ينفصلوا عني وعاملين حروب ضدي. الحركة الوهابية دي حركة قامت على ايد واحد اسمه محمد عبد الوهاب، مش عليك المعلومة دي يعني، وكانوا عايزين ينفصلوا عن الدولة العثمانية. انتوا عارفين منطقة شبه الجزيرة العربية كانت ولاية تابعة للدولة العثمانية زيها زي مصر. فالوهابيين اللي في المنطقة بتاعت شبه الجزيرة العربية كانوا عايزين ينفصلوا عن السلطان وقاعدين بيعملوا حروب ضده. فالسلطان ساعتها جري على محمد علي وطلب منه ان هو يجري بسرعة بالجيش بتاعه ويروح يقضي على الحركة الوهابية اللي بتهدد الدولة العثمانية في الجزيرة العربية. اظن كده فهمنا السبب. وفعلا طلع محمد علي بعت ابنه تصن في الاول، وطلع هو بعد كده، وقدر محمد علي ان هو يسيطر على الجزيره العربيه. يبقى نتائج حرب شبه الجزيره العربيه ان هو فعلا قدر يسيطر على المنطقه اللي هناك. تمام. فبقى كده محمد علي بيضم ايه؟ بيضم مصر واخد معاه ومسيطر على منطقه شبه الجزيره العربيه. ده اول حرب عمل. شويه كده ما كانتش العلاقه احسن حاجه بينه وبين السلطان، فراح محمد علي قال ايه؟ قال مين اللي بلد اللي هي موجوده في جنوب مصر؟ السودان. طب انا ليه ما اروحش اخد السودان واضمها وتبقى مصر والسودان بلد واحده واوسع واعمل امبراطوريه؟ وبدات تشعشع في دماغه فكره ان هو يعمل امبراطوريه اسمها امبراطوريه محمد علي. وطلع سنه 1820 على طول بعد ما خلص الحرب شبه الجزيره العربيه، يعني بص حرب شبه الجزيره العربيه قعدت 9 سنين، خلص على طول، والسنه اللي بعدها 1820 راح واخد نفسه وطلع على السودان. طيب ثانيه واحده بس يا محمد يا علي، هو انت رايح السودان تعمل ايه؟ قال لك انا رايح السودان علشان انا شايف ان السودان دي هتديني مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. تاني، هتديني مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. يبقى محمد علي رايح السودان عشان يحقق مكاسب سياسيه اقتصاديه وعسكريه. حتى العسكريه لما قلت لك ساعتها من 3 دقايق قلت لك هو اخذ الجنود السودانيين عشان يجندهم، يعني ده كان بالنسبه له مكسب عسكري. تمام.
محمد علي السودان بالجيش بتاعه القوي، وفعلا قدر ان هو يسيطر على السودان وامتد بالنفوذ المصري لجنوب السودان. وصل لغايه جنوب السودان يا شباب، واخد منطقه السودان كلها يعتبر، وراح بنى مدينه هناك اسمها مدينه الخرطوم وخلاها تبقى العاصمه. وهو هناك في السودان قدر يكتشف منابع النيل. قدر يكتشف منابع النيل، يعني يعرف بالبلدي نهر النيل ده كان جاي لنا منين. تعال نقول تاني. يبقى نتائج حروب السودان كام حاجه يا شباب؟ 3. اول حاجه ان هو قدر يمتد بالنفوذ المصري لغايه السودان، جنوب السودان بالتحديد. تاني حاجة يعمل مدينة اسمها مدينة الخرطوم ويبنيها وتبقى هي العاصمة بتاعتهم ويكتشف منابع النيل. حرب اليونان يا شباب، الحرب دي زي ما قلت لكم ان هي قامت بناء على رغبة السلطان. السلطان جري على محمد علي وقال له ارجوك يا محمد علي، انت عندك اقوى جيوش في المنطقة، الحقني يا محمد علي. ثوار اليونان في مدينة اسمها المورة عايزين يطالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية. اصل بيني وبينك كده اليونان كانت ولاية من الولايات العثمانية، وفي سكان من مدينة اسمها المورة في اليونان كانوا مش طايقين السلطان العثماني ولا طايقين الحكم العثماني، فكانوا بيعملوا ثورة ضد السلطان. فالسلطان على طول راح مكلم محمد علي وطلب منه انه يروح يقضي على ثوار اليونان في المورة اللي بيطالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية. لكن الغريبة في الموضوع انه رغم ان محمد علي راح يحارب في اليونان إلا إن الأسطول بتاعه اتهزم في معركة اسمها نافارين. وخد بالك لأن عالم ربنا السؤال ده بيجي في الامتحان، معركة اسمها إيه؟ نافارين. يا نهار أبيض، الأسطول بتاع محمد علي اتدمر. أقول لك أيوة يا فندم، الأسطول اتدمر خالص في معركة في اليونان اسمها نافارين. هتقولي طب وبعدين طلع محمد علي روح على مصر كده قفاي قمر عايش وزعلان، ده أول حرب يخسرها؟ لا يا فندم، هو أي نعم الأسطول بتاعه اتحطم في معركة نافارين، لكن محمد علي قدر يطلع بمصلحة زي العسل. ازاي بقى؟ قالك برغم ان محمد علي تحطم اسطوله واتهزم في معركة نافارين، الا ان محمد علي ضم جزيرة كريت لولاية مصر. خد كريت وضمها لمصر. يخرب بيتك يا محمد يا علي، يعني انت كده معاك ايه؟ مصر، شبه جزيرة عربية، السودان وكريت. ايوه يا فندم. ولما سيطر على جزيرة كريت، ودي جزيرة أوروبية قريبة جدا من أوروبا، بدأت الدول الأوروبية تجري على محمد علي تتناقش معاه وتتفاوض معاه مباشرة عشان ينسحب بجيشه من اليونان ومن كريت. تاني، لما خد كريت هو أسطوله اتحطم، بس أخد كريت وضمها لولاية مصر. الدول الأوروبية جريت على محمد علي وبدأت تتفاوض معاه مباشرة علشان ينسحب بجيشه من جزيرة كريت ومن منطقة اليونان من غير ما ترجع للسلطان. طبعا السلطان اتغاظ، ازاي الدول الأوروبية تروح تتكلم مع والي من الولاة اللي عندي؟ المفروض لما الدول الأوروبية تعوز تتكلم تيجي تتكلم معايا أنا السلطان. طبعا محمد علي ايه؟ بص للسلطان كده، هو انت مستقل بيا؟ انت ما تستقلش بيا، انا زيك، انا راجل دماغي كبيره وبعمل امبراطوريه. فبدات بص بقى يقول لك ايه؟ علو مكانه مصر دوليا، يعني مصر كسبت دوليا. ليه؟ لان الدول الاوروبيه ما بقتش بتنظر لمحمد علي على انه والي عادي، لا يا فندم، بدات تبص له بنظره اكبر، الراجل ده اكبر من ان هو يبقى والي. بصوا الكلام. فبدأت تتفاوض معاه مباشرة عشان تنهي الحرب، عشان يعني بيقولوا له بعد إذنك يا محمد علي انهي الحرب دون الرجوع للسلطان. فإيه اللي حصل؟ العلاقة اتوترت بين محمد علي وبين السلطان، وبدأت تكبر في دماغ محمد علي فكرة انه ينفصل بقى. انا عايزة انفصل بالحاجات الحلوة اللي انا واخدها واعمل امبراطورية لنفسي ضد الامبراطورية العثمانية. هو الراجل دلوقتي معاه ايه؟ معاه شبه جزيره عربيه، معاه السودان، معاه كريت، راجل دماغه عاليه. فايه اللي يخليني بقى افضل قاعد ابقى والي من الولاه اللي عند السلطان؟ لا، انا زي السلطان. وبدات طموحاته تكبر، وبدات فكره الانفصال تزيد عنده. فعشان كده يجي يقول لحضرتك ايه؟ حروب اليونان دي كانت نتائجها بلاوي، ركزوا فيها. اسطول محمد علي اتحطم في نافارين يا فندم، بس اخد كريت ومكانه مصر عليت. الدول الاوروبيه تفاوضت مع محمد علي مباشره دون الرجوع للسلطان العثماني، فالعلاقه اتوترت بينه وبين السلطان. فخلاص بقى بدات تكبر في دماغه فكره الانفصال. انا عايزه انفصل عن الدوله الايه؟ انا عايزه انفصل عن الدوله العثمانيه. وعشان كده جري بقى على الشام. قال لك ايه؟ قال لك
خلاص اكبر بقى واعمل الامبراطوريه بتاعتي ما دام هي كده كده خربانه، وراح رايح بمزاجه يعمل حرب في الشام ضد السلطان العثماني نفسه. يا خراشي، يعمل حرب ضد السلطان العثماني نفسه يا جدعان. واجه محمد علي الدولة العثمانية في حروب الشام. ده كده بقى العملية ولعت، وكانت حربين، حرب الشام الأولى وحرب الشام الثانية. يا عم محمد يا علي، أنت بتعمل ليه الحرب بتاعت الشام دي؟ ما تكتفي باللي أنت عايزه وخلاص. قال لك لا، أصل العلاقة بيني وبين السلطان إيه؟ متوترة، لأن هو يا مس مارينا اتغاظ لما الدول الأوروبية اتفاوضت معايا عشان انسحب بجيشي من المورة. فأنا مصمم على إن أنا أنفصل عن الدولة العثمانية واستقل بمصر. طب وبعدين يا محمد يا علي عملت ايه؟ خدت جيشي ورحت طالع على الشام وسيطرت عليها واخدت اعالي الفرات. الدول الاوروبيه بقى يا جدعان قال لك لا، كده العمليه وسعت قوي، كده محمد علي ده راجل مش سالك. مش سالك ازاي؟ بدا يا جماعه يحسوا ان الراجل ده خطر على التوازن الدولي، فراحوا جايبينه. دخلت الدول الاوروبيه في مفاوضات مع السلطان العثماني. جابوا السلطان العثماني بقى وقالوا له ايه يا عم، ملك خايب كده واتخذت منك الشام بسهوله، واتخذت منك شبه الجزيره العربيه والكريت والسودان، في ايه وانت قاعد كده ما بتعملش حاجه؟ محمد علي ده كمان حرب وهيخش علينا احنا في اوروبا يحاربنا ويموتنا. فتعالى نجيب محمد علي ونحوط عليه ونفرض عليه معاهدة لندن. وفعلا جابوا محمد علي عشان يفرضوا عليه معاهدة لندن. تيجي تقول لي ليه بيعملوا له معاهدة ليه؟ مش فاهم انا. ما الراجل قوي، هو عامل امبراطورية يا فندم. الدول الأوروبية مدركة ان محمد علي خطر على التوازن الدولي. الراجل ده معاه بلاد كتيرة في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ركز، الراجل ده قدر ينتصر على السلطان العثماني نفسه، فيبقى بالنسبة لهم سهل انه يخش عليهم في اوروبا وينتصر عليهم. فبدأوا يخافوا وركابهم تخبط في بعضها، نفوذه زاد. يبقى معاهدة لندن دي علشان تعمل تقويض لإمبراطورية محمد علي وسلطته. المعاهدة دي كانت عشان هم الدول الأوروبية شافت ان محمد علي بقى خطر على التوازن الدولي. ابوس ايدك، المعلومة دي مهمة. يبقى أسباب معاهدة لندن إدراك الدول الأوروبية إن محمد علي أصبح خطر على التوازن الدولي نتيجة انتصاراته على السلطان وزيادة نفوذه. وراحوا جابوه فعلا وقالوا له بص بقى يا عم محمد يا علي، أنت اللي أنت خدته يا باشا كله هترجعه للسلطان. أنت هترجع بلاد الشام وهترجع شبه الجزيرة العربية للسلطان، وهترجع كل حاجة بالبلد أنت أخدتها. وافقت، هنثبتك على حكم مصر. تمام؟ تمام. وخد بالك، انت مش هترجع بس الحاجة للسلطان، انت هتعلن خضوعك للسلطان وهنثبتك على حكم مصر. وقدامك 10 ايام فكر، ولو ما فكرتش كل جيوش اوروبا هتيجي تحاربك وتموتك وتضربك. تاني، شروط معاهدة لندن ركز فيها. يرجع محمد علي بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية للسلطان، ويعلن خضوعه للسلطان، وفي الاخر هيثبتوه على حكم مصر. محمد علي بقى كان يعني على بال بقى ما وصل معاهدة لندن. بص الراجل ده معاهدة لندن سنة كام؟ 1840، وهو متولي حكم مصر 1805. يعني الراجل ده بقى له 35 سنة في الحكم. طبعا 35 سنة في الحكم يعني محمد علي كان خلاص كبر والسن عجز والعملية مكحرطة، ولقى نفسه واقف لوحده، مفيش ولا دولة أوروبية قدرت تتعاون معاه. وانجلترا وفرنسا بالبلد يعني اللي هم الدول الأوروبية قاعدين في المعاهدة دي ونافشين ريشهم قوي عليه. حاول يفلفص يمين وشمال من المعاهدة دي، معرفش. واضطر في الآخر محمد علي يا عيني إنه يوافق على شروط معاهدة لندن. وراح رايح للسلطان ومديله شبه جزيرة عربية ومديله الشام ومديله كريت ومديله كل حاجة، وقال له أنا بعلن خضوعي ليك. قال له خلاص أنا هثبتك على حكم مصر، وانت صعبت عليا يا محمد يا علي، فهعمل لك فرمان سنة 1841. خدوا بالكم عشان التاريخ ده غلط، ثانية واحدة. 1841 بعدها بسنة. تمام؟ هديك حكم مصر وراثة ليك انت واكبر ابنائك سنا من الذكور، وهديك كمان يا سيدي ولاية السودان. كده كده السودان دي ما تلزمنيش، وانت رحت فتحتها وهي بعيدة عني اصلا، فخدها مش محتاجها. وبناء عليه بعد فرمان 1841، دول كانوا فرمانين مع بعض في شهرين ورا بعض، شهر 6 وشهر 7.
الفرمان الاولاني بيقول حق وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي. يبقى محمد علي لما هيموت ابنه الكبير هيتولى، ولما ابنه الكبير يموت ابنه الكبير يتولى، وهكذا، ويفضل حكم مصر وراثة في عيلة محمد علي. فقبل ما اخلص الفيديو ده ارجوك محتاجه منك ان انت معاك ورقه وقلم وتبتدي تسجل النقط اللي هنكتبها والمعلومات اللي هنكتبها واسئله بما تفسر واكمل واختر والحاجات دي كلها، لان الدرس ده فيه كم اسئله كبير جدا وبيجي عليه نسبه كبيره جدا من الاسئله في الامتحان. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي بتاع حل اسئله الدرس ده، ويلا بينا عشان نكمل شرح المنهج بتاعنا ونشوف ابناء محمد علي هيعملوا ايه في مصر. معاكم مس مارينا عاطف، مدرسه التاريخ والجغرافيا.